ما الذي يصنعون؟ يجعلون هذا اليوم يوم عاشوراء يوم مأتم، يضربون فيه أنفسهم بالسيوف والجنازير والسلاسل والسكاكين، ويصنعون مناحة عظيمة، مع أن أهل الكوفة، مع أن أهل العراق هم الذين أسلموا الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى القتل بعد أن غدروا به، منوه بالمجيء، فلما سار إليهم افرنقعوا عنه وأسلموه لابن زياد حتى قتل الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحسين لما قتل دفن في أرض قربلاء، وأنزل الله تبارك وتعالى سيلا عظيما فغطى الأرض، فلما جفت لم يستدل على قبره بعد. رأس الحسين موجود على حسب ما يقول الخرافيون في مصر وفي دمشق وفي العراق، في أكثر من موضع يقولون هذا مشهد الرأس الشريف، وليس ذلك كذلك. الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه سيد شباب أهل الجنة مع أخيه الحسن رضي الله تعالى عنهم. الحاصل أنهم في هذا اليوم، في يوم عاشوراء، يتخذونه مأتما ويأتون بأمور تجعل غير المسلمين يبغضون المسلمين ويسخرون منهم، ويقولون إن كان هذا هو الإسلام فهذا دين باطل، لأنها أمور لا يمكن أن يقبلها العقل السليم ولا الفطرة المستقيمة. النواصب الذين يبغضون آل البيت في المقابل يتخذون يوم عاشوراء عيدا. أما أهل السنة فإنهم يعظمون يوم عاشوراء بما عظمه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صيامه.